مش هتصدقوا ازاي لوحة من اشهر لوحات العالم الناس قعدت اكتر من 200 سنة فاهمة معناها غلط. اللوحة اللي انتم شايفينها دي اسمها تشيك ميت، رسمها رسام ألماني اسمه فريدريك أغسطو موريتش القرن 17 سنة 1799 بالظبط. واللوحة دي قصتها الغريبة باختصار ان اللي احنا شايفينه قاعد على الشمال ده كده يبقى الشيطان، واتسمت بتشيك ميت لانه كده خلاص يعتبر كسب الانسان اللي قاعد على اليمين. وزي ما احنا شايفين ان الانسان قاعد حاطط ايده على راسه وبيتحسر على روحه. ليه على روحه؟ لان الجيم ده باختصار الشيطان بيلاعب الانسان على روحه، يعني لو الشيطان كسب فهو كده ياخد روح الانسان، فالانسان يائس ومستسلم لتفكيره بان خلاص كده هو خسر الجيم وروح الشيطان هياخدها. يجي بقى سنه 1920 اللوحه دي كانت معروضه في متحف اللوفر بالصدفه، ولاعب شطرنج وكان وورلد تشامبيون وقتها بيتفرج على اللوحه اخد باله ان الانسان لسه في حركه باقياله لو عملها يقدر انه يتغلب على الشيطان ويفوز. اتضح وقتها فكره الملاك اللي واقف في النص ده بدل من ان نظرته للانسان كان متاخد عنها فكره ان هي نظره شفقه، فبكده